لبستي جميع اللباس، دابا جات وقت اللبسه الامازيغيه تلبسيها، واخا لا ما غاديش نلبسها. ايوا علاش؟ حيت ما بقاتش موضه. ياك ما بقاتش موضه، ولكن الا جبت لك اللبسه الخليجيه غتلبسيها ياك. غنلبسها بطغماض العينين، هي هسي. غير الامازيغيه ما غاديش نلبسها حيت ما بقاتش موضه. فهمتيني دابا راجلي العزيز؟ ربي عافاك ما تبزجش عليا هاد الشلحه ديالك، عافاك ياك لالا. ايوا من دابا راكي مطلقه لالا. فلوسي يعجبوك وبغيتيهم، ولكن ثقافتي ما بغيتيهاش ياك لالا. ايوا الباب الحباب. واش كظنوا الاخوان هذا مبرر مقنع باش يطلق السيده، ولا هو كان على صواب حيت طلقها ما بغاش ثقافته؟ لان الثقافه المغاربه كاملين، الثقافه الامازيغيه ثقافه مغاربه كاملين قاطبه. هذه قصه واحد السيد تزوج بواحد الانسانه المغاربه بجوج، تزوج بها ورفضت انها تلبس لها لبسه امازيغيه، يعني الزي الامازيغي ما بغاتش تلبسو، ودخلوا في النقاش وطلقها بسبب هاد اللبسه ما بغاش تلبسو. واش كانت على صواب في نظركم الاخوان، ولا هو كان غلط، ولا كان هو على صواب؟ جاوبونا في الكومونتير الاخوان وقول لي الصراحه شكون اللي غلط بالضبط. حيت هاد الشيء ما عادي، كنظن ان هاد الشيء عادي، ولكن لدرجه ان الطلاق حيت رفضت اللبسه الامازيغيه. اشوف نظركم، جاوبونا في الكومونت وقول لي شنو كاين في نظركم الاخوان، وما تنساوش تخليو القليب وبارطاجيو وخليو واحد المتابعه. حياكم الله الاخوان، مع تحياتي، نتلاقاو في فيديو جديد.